وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. السلام عليكم. بص، انا عارف ومتاكد مليون في الميه ان انت دلوقتي موجود في حيره كبيره قوي. واول حيره فيهم وهو ان انت مش عارف تختار انهي مدرس تكمل معاه، لان انت خايف تيجي مثلا في نص السنه فالمستر ده ما يكونش مناسب ليك فتضطر انك تغير، فالمستر اللي انت تغير له ده يكون مسابق في المنهج فبالتالي انت تتاخر. فانت مشتت جدا انهي مستر هو المناسب ليا واللي انا لو كملت معاه هكمل معاه لاخر السنه مش هضطر ان اغير. تاني حيرة، الكتب قدامي كتيرة جدا، وده بيتكلم على كتاب وده على كتاب وده على كتاب. ايه بقى افضل كتاب انا اجيبه ماشي بمواصفات الامتحان في اخر السنة؟ فانا هعرفك افضل كتاب لازم تجيبه وتتعرض لافكاره، عشان هي الافكار دي اللي انت لو مشيت عليها واتدربت عليها هتقابلها اخر السنة. تالت حيرة بتقابلك وبالنسبة لي دي اهم حيرة، وهو ان انت مش عارف من اول محاضرة انت تتفرج عليها ايه اللي انت تبدأ تعمله، نظام المذاكرة هيكون ازاي، وانت بتذاكر او انت بتحل ايه الخطوات اللي هتعملها عشان تكمل بقيه السنه صح ان شاء الله. طب عايزك بقى تصلي على النبي وتركز معايا كويس جدا. لو جيت افتح لك اول صفحه انا كتبتها في ثالثه ثانوي، وهو ان انت بص هتلاقي مستر حسام خليل. طب انا كملت مع مستر حسام خليل؟ ما كملتش معاه، هم كانوا محاضرتين ثلاثه واتفرجت عليه كمان اونلاين. عايز بس اعرفك ان الحيره اللي انت موجود فيها مع كل المدرسين انا جربت كل المدرسين دي، فطالع اساعدك زي اخويا بالظبط عشان افهمك الفرق بين كل مدرس فتختار صح. لو جيت تسالني انا جربت مستر حسام خليل ومستر محمود مجدي ومستر عبد المعبود ودكتور كورولوس، جربت الاربعه، ولو في مدرسين تانية انت تعرفها اكيد انا جربتها. طب هتيجي انت بقى دلوقتي وتقول لي تمام كويس جدا، ايه بقى افضل مستر انا اشترك معاه او هيكون مناسب ليا؟ صلي على النبي وركز معايا. انت دلوقتي خلينا متفقين على نقطه، وهو ان انت ما تعتمدش ان المستر ده هيوصل لك المعلومه وهيحل لك الواجب وهيخليك تقدر تحل اي سؤال بسهوله وكل الكلام ده. المستر هيكون بس مجرد وسيله بتساعدك في الطريق بقى اللي انت عاوز تكمله. طب تعالى بقى دلوقتي افهمك تختار ازاي. انت دلوقتي بتكره الفيزياء، هتيجي تقول لي انا هعرف منين انا بكره الفيزياء ولا لا، انا لسه ما جربتش وكده. هاجي اقول لك من اولى وثانيه، لو اولى وثانيه النظام فيها ما كانش عاجبك يبقى انت ما بتحبش الفيزياء. هتيجي انت دلوقتي وتقول لي طب هل اولى وثانيه ليهم علاقه بثالثه؟ دي فيزياء ودي فيزياء ثانيه خالص، مش هتقابل اي حاجه في اولى وثانيه هتقابلها في ثالثه غير شويه رموز بس. طب كويس جدا، انت ما بتحبش الفيزياء والفيزياء بالنسبه لك صعبه، عندك افضل اختيار دكتور كورولوس. طب ليه؟ بيشرح باسلوب مبسط جدا وبيشرح كل جزء بالتفاصيل، اول جزء بالتفاصيل ويحل عليه، بعد كده تاني جزء، واسلوبه مبسط جدا. طب هتيجي برضه وتقول لي هقفل لك كل الاسئله اللي انت محتاج تسالها. هل دكتور كرولوس مثلا بيقول اسئله سهله والاسئله اللي هتيجي في الاخر اسئله صعبه؟ مش كده، بيديك اسئله بالتدريج، يعني مثلا بيمشي اسئله سهله بعد كده اسئله متوسطه بعد كده اسئله صعبه، بيأهلك واحده واحده. فانت لو مش بتحب الفيزياء دكتور كرولوس انسب اختيار ليك. طب انت الفيزياء عاديه بالنسبه لك يبقى مستر محمود مجدي انسب اختيار ليك. وعايز بس افهمك نقطه، ان مستر محمود مجدي انت لو اشتركت معاه، وانا كنت مشترك مع مستر محمود مجدي من اول السنه لاخر السنه وايام الامتحانات، واتفرجت في ليالي الامتحانات على مستر عبد المعبود ودكتور كورولوس برضه. بس عايز اوضح لك نقطه، مستر محمود مجدي لو في محاضره انت غبتها انت مش هتقدر تكمل الباقي حتى لو اتفرجت على المحاضره دي بعد كده. يعني ان انت تحاول انك تدمج محاضرتين في بعض دي بتكون صعبه شويه مع مستر محمود مجدي. طب نظام مستر محمود مجدي السهل الممتنع، اصعب الاسئله من كل الكتب، بيجمع لك بص عصير الكتب حرفيا من جميع الكتب، اسئله كتيره جدا، اسئله متنوعه واسئله صعبه واسئله سهله، كل حاجه بتلاقيها في مستر محمود مجدي. بس لو انت مش قاعد مركز في المحاضره كويس جدا، بص مجرد بس ما بتسرح الجزء ده كله بيقع منك، فبتبقى محتاج انك تكون مركز كويس قوي في المحاضره ومفيش محاضره تفوتك. وعايز اقول لك على نقطه بس حصلت معايا، ممكن في البدايه تلاقي الموضوع مش مهيأ ليك كويس او انت حاسس انك مش فاهم، بعد كده والله بص هتتاكد ان ده انسب اختيار ليك مستر محمود مجدي. طب نيجي بقى هنا لنقطه مهمه، لو انت بتحب الفيزياء قوي كمل مع مستر عبد المعبود، ما بتحبش الفيزياء اوعى تقرب ناحيه مستر عبد المعبود. طب ليه؟ وهنا مش بقول لك اوعى تقرب، انا بس بنصحك عشان انت تبقى فاهم انت بتاخد مع مستر ونظامه ايه. مستر عبد المعبود لو انت مش بتحب الفيزياء قوي ودماغك كويسه جدا وهتستحمل كميه الافكار اللي بيديها لك،
ما تشتركش مع مستر عبد المعبود. بس يعني نصيحه مني، لو انت بتحب الفيزياء وكويس فيها، بص خش بقلب جامد مع مستر عبد المعبود، وخد منه كميه الافكار اللي هيقولها لك وكميه المستويات العليا، وانت خليك متاكد مليون في الميه انك داخل الامتحان لامم كل الافكار اللي ممكن تجي لك. وبالمناسبه مستر عبد المعبود هو اللي توقع سؤالين جم عندي في الامتحان. لو بتحب الفيزياء ومش هتشتكي وتقول الفيزياء صعبه وتقعد بقى انا الدرس ده مش فاهمه، الباب ده صعب عليا وكل الكلام ده، كمل مع مستر عبد المعبود. عندك استعداد انك يبقى كل التدريبات مستويات عليا وافكار مستواها عالي قوي، كمل مع مستر عبد المعبود. طب ايه بقى افضل كتاب انا اكمل فيه او اتعرض لافكاره؟ ولازم تعمل كده. عندك يا اما كتاب نيوتن يا اما كتاب التفوق. وشايف ان السنه دي كتاب التفوق فيه كميه رسومات وفيه كميه اسئله، بص مستواها كويس جدا. يعني عندك مثلا كميه رسومات بيانيه وانت امتحانك كله بيبقى معتمد على كده. الكتاب ميزته انه مقسم لك درس درس، وكل درس عليه اسئله نظري وعليه اسئله كتيره قوي رسومات. وميزه الرسومات ان بتفهمك الرسمه فبتخليك تفهم الدرس كويس قوي، وبتفهمك النظري اللي موجود في الدرس. فانت لو جايب كتاب التفوق او جايب كتاب نيوتن فتمام كويس جدا، وحاول انك تحل الكتاب كامل وتتعرض لكميه الافكار اللي موجوده فيه. طب انا بقى دلوقتي اذاكر فيزياء ازاي؟ يعني اول محاضره هي نزلت وانا هبدا ان اذاكر فيزياء. صلي على النبي وركز معايا. انت دلوقتي دخلت وخلصت اول محاضره. بعد ما تخلص المحاضره ابدا انك لخص المحاضره دي. تلخصها ازاي؟ تكتب اهم القوانين اللي موجوده واهم النظري، ولو في رسومات موجوده في الدرس ابدا خد الرسومات دي في السكتش عندك وحلل الرسمه كويس جدا. اتفرجت على المحاضره وبدات انك تعمل لها ملخص. ثالث حاجه، وانت بتحل اوعى تحل على طول، لا، افتح فيديو من اليوتيوب وابدا تابع الحل بتاعك مع الفيديو. يعني انت مثلا بتحل من كتاب التفوق، ابدا افتح كتاب التفوق من اليوتيوب وتابع الحل بتاعك. طب تتابع سؤال بسؤال ولا انت تحل كله بعد كده ترجع تشوف الاجابات؟ تابع سؤال بسؤال. هتيجي تقول لي طب ليه؟ عشان برضه اقنعك. انت دلوقتي لما بتيجي تحل الاسئله في سؤال بيقف قدامك، فانت لما بتجيب الفكره بتاعت السؤال دي على طول وانت بتكمل على السؤال اللي بعديه الاسئله بتبقى مترتبه على بعض، فانت عرفت اول فكره. فلما بتيجي تكمل بقى بتلاقي المستويات بتعلى، بس كل ما بتلم افكار المستوى مهما يعلى انت بتقدر تجيب السؤال. طب انا بقى عملت كده وبرضه وانا بحل في اسئله كتيره جت قدامي انا مش عارف احلها، اللي هو سؤال كده اول ما تشوفه تتخض. اي سؤال بتشوفه مش عارف انك تحله، بص بقى ركز معايا. ابدا خد كل المعطيات اللي على الرسمه او اللي على السؤال وابدا اكتبها، وارجع للملخص اللي انت عامله اللي موجود فيه القوانين واهم النظري وكل الكلام ده، وابدا عوض بالمعطيات في القوانين بتاعه الدرس. والله لا تطلع ناتج صح. عايز افهمك نقطه مهمه، وهو ان كل المعطيات اللي بيبقى مديها لك في المساله اكيد مليون في الميه لو عوضت في قانون هتطلع الناتج. فانت لما بتعمل ملخص لكل القوانين وكل النظري لما بتيجي تعوض بتلاقي كل اللي انت بتعوض فيه في حاجه منهم بتطلع لك ناتج. اسمع كلامي وطبق كل كلمه انا قلتها لك وانت هتشوف الفرق بنفسك بعد اول محاضرتين ثلاثه. كده انا اكون قلت لك اهم النقط اللي تركز عليها في الفيزياء، وان شاء الله لو لقيت اي حاجه هتفيدك تاني هتلاقيني بكلمك عليها على طول. ما تنساش انك تشترك في القناه وتعمل لايك للفيديو ده عشان يروح لغيرك، وما تقلقش هكمل لك بقيه المواد. ولو في ماده صعبه بالنسبه لك او مش عارف تعمل فيها ايه اكتبها لي في الكومنتات وهنزل لك عليها فيديو ان شاء الله. اخر حاجه ما تنساش انك تصلي على النبي. سلام.